معظم الطلاب اول ما يسمعوا كلمه امتحانات او ان هم عليهم امتحانات بيقلقوا ويتوتروا ويخافوا. تعالوا نعرف النهارده ازاي نتعامل مع المشكله دي، ازاي ما نخافش قدام اي امتحان يواجهنا. واللي ما يعرفنيش، انا ايوه لمده 30 يوم عامله لكم سلسله من النصايح الدراسيه اللي ما سمعتهاش قبل كده. يعني ايه ازاي ما نخافش من الامتحانات؟ لا، كلنا بنخاف من الامتحانات، محدش قال ان احنا ما بنخافش، بس في ناس بتكون خايفه لحد ما تقعد قدام ورقه الامتحان فبتطمن، وفي ناس بتبقى خايفه ولما تقعد قدام ورقه الامتحان هي بتنهار لانها حرفيا زيرو معلومات عن اي حاجه في المنهج بتاعها. في البدايه كلنا عارفين ان الامتحانات بتكون اخر حاجه مقرره علينا في المنهج بتاعنا. ازاي هقدر اثبت كل المعلومات اللي انا ذاكرتها على مدار السنه في دماغي لحد ما اقابل ورقه الامتحانات واعرف احل الاسئله دي؟ والحل هنا بطريقتين بس. اول حاجه المراجعه المتباعده، من هنا ورايح انت لما تذاكر اي باب ما تحلش كل الاسئله بتاعته. ليه ما احلش كل الاسئله؟ عشان اقفله خلاص يبقى في دماغي. مفيش حاجه بتثبت في الدماغ، لان احنا كل المعلومات اللي بندخلها للاسف منها بيروح لذاكره طويله المدى، ولكن اغلبها بيفضل في الذاكره قصيره المدى. تمام، انا هعمل ايه؟ انا اسيب اسئله تمام بعد يومين او 3 أو 4 ايا كانت الفتره اللي انت هتحددها، بس تكون عارف ان في الفتره دي انت هترجع تاني للمنهج ده او للباب ده او اي درس انت عايزه. تمام، هتسيب الاسئله في الباب ده او على الدرس زي ما قلت، وبعد فتره اسبوع لا تقل عن اسبوع تمام علشان تقدر تحل الاسئله لما ترجع. انا ما اقفلش الباب او الدرس 100% علشان لما ارجع الاقي اسئله احلها او اشوف ايه المعلومات اللي ناقصه عندي، ايه المعلومات اللي واقعه في الباب ده عندي او في الدرس ده عندي، وارجع اذاكر المعلومه بس وارجع احل نفس السؤال. طيب لو انت مقفل الباب او الدرس اسئله وحل ومذاكره وكل حاجه، برضو ارجع له تاني. اعمل ايه؟ ارجع ذاكر تاني؟ لا، ارجع عدي على اسئله بس. لو لقيت في معلومه في السؤال مش واصله لك ارجع للشرح. تبدا لو انت هدفك ما تغلطش في الامتحانات وكمان تثبت المعلومات في الذاكره طويله المدى، لان هنا انت بتعمل ايه؟ تثبيت ريبيتيشن، يعني ساعات دماغك ان هي توصل المعلومات للذاكره طويله المدى علشان ما تنساهاش. خطوه رقم 2، لو انت مثلا عندك الباب الثالث في الكيمياء واقف معاك، هتعمل ايه بعد ما عملت تثبيت ريبيتيشن وحليت الاسئله وكل حاجه بس حاسس ان هو في عطل، في حاجه واقفه معاك؟ هتروح لامتحان 2024 2023 اي امتحانات، يفضل تبدا من اول 21 لحد 24 تشوف كل الاسئله المكرره على الباب الثالث بس وتذاكرها وتحلها. لو انت بالفعل في حاجه وقفت معاك فانت هنا لازم ترجع تذاكر المعلومات تاني، ولازم تحاول مليون مره علشان تثبت الحاجه اللي في الامتحان في دماغك. الافضل خطوتين لتثبيت المعلومات في الذاكره طويله المدى علشان ما تنساش وتفضل معاك لايام الامتحانات وتفضل حاضره في ذهنك. للمزيد من النصايح ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناه. باي.